السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، فيديو جديد، وصفة جديدة على قناة كويزين ان بي. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على كيك رخامي يجي رائع في المنظر ديالو، مذاق رائع، كتجي مهوية من الداخل، رطبة وبنينة. باش تعرفوا مكونات الوصفة وطريقة التحضير شوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة غنحتاجو فيها يعني 3 البيضات حجم متوسط، عندي كأس ديال السكر سنيدة، عندي كأس ديال الحليب، كأس ديال الزيت، عندي 2 أكياس ديال الفانيليا و2 خمارات، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخل، عندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو، قبصة ملح، 2 كؤوس ديال الدقيق زائد معلقة كبيرة. بالنسبة للتزيين نحتاج هنا شوكولاتة ديال كوكيز اختياري. كندير هاد المكونات كامله في خلاط الكهربائي او الهاشوار. كندير البيض سنيده، الحليب، الزيت، الفاني، قبصه ملح، هادو كلهم كنديرهم في الخلاط الكهربائي حتى يتخلطوا مزيان في الخلاط الكهربائي. ومن بعد نكملوا الوصفه. من بعد كنديروا هذا الخليط في واحد الاناء، كنبداو نضيفوا الدقيق. هنا غنضيف 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق في الاول، وغندير معاه 2 ديال الخمارات، ونبقاو نخلطوا هاد العناصر حتى يتخلطوا مع بعضياتهم مزيان او يندمجوا مزيان. خير كنضيف واحد هذيك معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، كنخلط مزيان. ومن بعد كناخذ هاد الخليط هذا كنقسموه على 2 على 2 يعني يكون الكميات متساويه. انا استعملت هاد الجبانيات لان كتعطيني قياس هو هذاك على 2. من بعد كناخذوا النصف الاول كنزيدوا معاه واحد معلقه كبيره ديال الدقيق، اما بالنسبه للنصف الثاني فكناخذوا كنديروا معاه واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، كنخلطوه مزيان حتى يندمجوا مزيان هاد العناصر. ومن بعد نديروهم في المول على حسب الطريقه اللي غتشوفوا من بعد. خدوا المول اللي كيكون على هذا الشكل طويل كما كتشوفوا، كنديروا معاه تندهنوه بشويه الزبده والدقيق، وكنبداو نديروا الخليط. كناخذوا النصف ديال الخليط الاول الابيض كنديروه هو الاول النصف ديالو، ومن بعد كناخذوا نصف الخليط الاسود اللي او العجينه اللي فيها الكاكاو كنديروا فوق منها غير بشويه كما كتشوفوا. كندير واحد النص، من بعد كنديروا النص اللي بقى ابيض، والنص اللي بقى الاسود من فوق منه كما كتشوفوا. كنديروا العجينه بيضاء نص الكميه في الاول، كنديروا نص الكميه ديال الكاكاو فوق منها، من بعد كنديروا نصف الكميه ديال العجينه العاديه، ومن بعد كنديروا فوق منها كيف ما هو موضح في الفيديو كما كتشوفوا. من بعد كندخلوا هاد العجينه هاد الكيكه للفران، كنخلي نديروا العافيه من تحت منها
حتى الطيب كيف ما العاده في الكيكه. هو الشكل ديالها من بعد ما خرجناها من الفران كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا هكا كيف كتجي في الداخل ديالها، يعني كل القطع اللي قطعنا في الكيكه كلهم مزوقين باش الشكل اللي كتشوفوا به. كيكه رخاميه رائعه جدا في المذاق والشكل ديالها. كانت هذه الوصفه ديال اليوم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه والى وصفه قادمه ان شاء الله.